ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الشعر وانواع مسمية الشعر اللي بناء عليها هنقدر نعمل حمامات الزيوت الملائمة لنوع الشعر بتاعنا ونوع المسمية بتاعته، فبالتالي نقدر نستفيد اقصى استفادة من نوع الزيت اللي احنا بنحطه على شعرنا وبنستخدمه في حمام الزيت، عشان ما نهدرش زي ما قلنا قبل كده في المكونات وفي ان احنا نضايق شعرنا بحاجات ما يستفدش منها فتؤدي لنتيجة عكسية. وعرفنا في الحلقة اللي فاتت ايه هي الغلطات المفروض نتجنبها عند استخدام حمام الزيت وعند عمله عشان ما يأثرش على شعرنا بطريقة سلبية. بعد ما نشرت الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كانت تقريبا من يومين، جالي مسج على الفيسبوك، بنوتة بتقولي يا غادة انا بستعمل نفس الطريقة اللي انتي بتقوليها دي وبتجنب فعلا كل حاجة انتي قلتيها في حمام الزيت، ومع ذلك انا شعري اتدمر حرفيا من ساعة ما بدأت اعمل حمامات الزيوت دي. انا ماشية على حمامات الزيوت دلوقتي بقالها شهر، وللأسف شعري عمال بيتدهور في حالته. انا مشكلتي تساقط الشعر، والتساقط كان شديد جدا، ورحت للدكتوره وقالت لي لا انتي ما عندكيش انيميا والدنيا تمام، انتي بس محتاجه فيتامينز، وفعلا خدت الفيتامينات والدنيا تمام، بس بستخدم حمام الزيت من هنا وشعري بيتبهدل من هنا. فقلت لها طب انتي بتعملي ايه حمام زيت اللي انتي بتستخدمي زيت ايه؟ يمكن يكون حوار المسميه ده ما ظبطش معاكي واستعملتي حاجه غلط. قالت لي لا ابدا، انا مطبقه كل الخطوات اللي انتي قلتيها لاني كنت قريت في الموضوع ده قبل كده، والنتيجه بالنسبه لي كانت للاسف بشعه جدا. انا شعري حرفيا بيتدمر كل يوم وبهرش جامد جدا في راسي ومبقتش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا كمان بقيت الاحظ ان شعري من قدام فروه الراس فيه لونها احمر. طب انتي بتستخدمي ايه؟ قالت لي انا عامله ميكس زيوت علشان التساقط. الميكس ده عبارة عن زيت روزماري وزيت بصل وزيت توم. انا حقيقي كنت هصرخ في وشها. قلت لها وقفي تماما واسمعي بقى الحلقة اللي جاية اللي احنا هنتكلم فيها كمان عن انواع الزيوت، واللي بصراحة انا ما كانش في دماغي ان انا اعملها، بس المسج دي هي اللي فعلا نورت لي اللمبة ان انا لازم اعمل الحلقة دي. هي بتستخدم زيت روزماري وبتستخدم زيت بصل وبتستخدم زيت توم، اللي هم حرفيا فعلا اقوى منتجات ممكن ان هي تعالج بيها فروة راسها، لكن في نفس الوقت هي اقوى زيوت ممكن تدمر فروة الراس، لان هي بتصنف تحت فئة اسمها فئة الزيوت الحارة اللي ممنوع تماما انها تخلط ببعضها، ولازم يكون معاها زيوت تانية تلطف من تأثيرها على فروة الراس، لان هي على قد ما هي افكتيف جدا في موضوع التساقط وموضوع تحفيز البصيلات، على قد ما هي بتحرق فروة الراس وبتدمر الشعر لو استخدمت لوحدها. فاحنا في الحلقة دي النهاردة هنتكلم عن انواع الزيوت كمان اللي انت تقدري تختاريها عشان تستخدميها بناء على مسمية شعرك وبناء على نوع شعرك اللي احنا اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت، وهتضيفي له النهاردة ان انت تعرفي كمان الزيوت اللي انت هتستخدميها ايه عشان تبقي تقريبا كملتي الكورس بتاع حمام الزيت من غير ما يحصل اي مشاكل في شعرك. انا عملت سكريبت طويل شوية هستعين بيه في ان احنا نتكلم، ويا ريت انتوا تجيبوا ورقة او قلم او تعيدوا الحلقة اكتر من مرة عشان تشوفوا الكلام اللي انا هقوله. الزيوت اللي في العالم كلها تقريبا بتندرج تحت 3 اقسام. ال3 اقسام دول هما الزيوت الباردة، الزيوت الحارة، الزيوت اللزجة. ال3 انواع دول تحت كل فئة فيهم انواع زيوت معينة هنتكلم فيها وهنتكلم في تأثيرها وازاي نستخدمها في حمامات الزيت. اول حاجة هتكلم عليها هي الزيوت الباردة، اللي هي اخف انواع الزيت اللي ممكن تستخدميها سواء على بشرتك او على شعرك بدون اي ضرر، بدون اي خوف، بدون ما تبقي مرعوبة ان يحصل حرق او التهابات فيهم الا في انواع معينة منها، لان للاسف موضوع تقسيمة الزيوت ده هيبقى شوية معقد. احنا هنقسم الزيوت الاول تحت 3 فئات، وبعد كده هقسمهم لفئتين والموضوع هيبقى سهل، بس تابعي معايا وافهمي وركزي. الزيوت الباردة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي اول فئة من الزيوت، زي ما قلنا هي اخف الزيوت اللي تقدري تستخدميها على شعرك وممكن وعلى بشرتك ومن غير ما تخلطيها باي زيوت تانية عشان تخففيها، لان هي اوريدي زيوت خفيفة وبتمتص بسرعة، وهي زيت اللوز الحلو مثلا، زيت اللوز المر، زيت الخردل، زيت حبة البركة، زيت الروزماري اللي هي بتحطه، زيت النعناع، زيت اللافندر، زيت السمسم، زيت جنين القمح، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الجوجوبا، زيت الأرجان، وزيت الأفوكادو، وزيت بذور العنب.
كل اللي انا اتكلمت عليه ده يعتبر من الزيوت الباردة اللي ممكن تستخدميها لوحدها بامان على البشرة او على الشعر، وممكن ان انت تستخدميها كمان مع الزيوت اللزجة او الزيوت الحارة اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، عشان تخففي من حدة الزيوت دي وكثافتها على الشعر. هتركزي معايا في الكلمتين دول وهتكتبيهم كده زي ما قلتهم لك لغاية ما نرجع للتقسيمة برضو التانية اللي هنستثني فيها بعض الزيوت دي من المجموعة اللي برضو مش هنقدر نستخدمها لوحدها، وهي الزيوت العطرية اللي هي ليها روايح نفاذة. هندرجها تحت فئة تانية بعد ما نخلص اول تقسيمة اللي هي الثلاث انواع. الزيوت اللي احنا اتكلمنا فيها دي زي ما قلت لكم هي زيوت خفيفه وممكن تستخدميها لوحدها، لكن عشان هي زيوت ضعيفه يفضل ان انت تخلطيها بزيوت تانية عشان تقوي مفعولها، زي الزيوت الحاره او الزيوت اللزجه. ودايما الزيوت البارده دي نسبتها هي اللي بتغلب على الزيوت التانية، بمعنى ان انت لو استخدمتي معلقه من الزيت البارد ده زي زيت الجوجوبا او زيت الارجان، هتحطي قصاده نص معلقه بس من الزيوت التانية زي زيت الزيتون مثلا. اول حاجة قلناها الزيوت الباردة. تاني مجموعة هندخل عليها هي الزيوت الحارة. الزيوت الحارة هي زيوت بتبقى كثافتها تقيلة وتركيبتها تقيلة، وفي نفس الوقت ساعات بيبقى ليها تأثير حارق على البشرة او على الشعر لو استخدمت لوحدها. تمام، بس طبعا مش كل المجموعة بتحرق البشرة او بتحرق الشعر. الزيوت الحارة دي اشهر زيت فيها هو زيت الزيتون، وعندنا زيت البصل، عندنا زيت الثوم، عندنا زيت الحلبة، عندنا زيت الصبار، وعندنا زيت القرفة، وعندنا زيت الجنزبيل، وزيت نبات السدر او ورق السدر اللي احنا بنستخدمه كده كنوع من انواع التوابل او حاجات تانية بقى بخور وحاجات كده. الزيوت الحارة دي عشان تستخدميها على فروة راسك لازم بتستخدمي نوع واحد فقط، ما ينفعش ان انت تستخدمي نوعين منهم تخلطيهم ببعض وتقولي انا بقوي المفعول زي ما صاحبتنا عملت. هي حطت زيت بصل على زيت توم، حطتهم على فروة الراس، ولما جت استخدمت الزيت البارد اللي هو زيت الروزماري، فالنتيجة كانت تدمير كامل للشعر. تمام، هنحط خط بقى في الحته دي تاني اهو عشان هنتكلم في حته زيت الروزماري دي تاني قدام، رغم انه من الزيوت البارده، بس لازم ناخد بالنا واحنا بنخلطه، ونخلطه قد ايه ونسبته ازاي، ده اللي هنعرفه بعدين. الزيوت الحاره اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي زي ما قلنا احنا بنستخدم زيت واحد بس على فروه الراس، ممنوع خلطه بزيت تاني زي معاه في نفس المجموعه الا في وجود زيت بارد عشان يخفف من تأثير الزيوت دي على فروة الراس، لان تأثيرها لوحدها بيكون تأثير مدمر على فروة الراس او على البشرة. تمام، برضو ممنوع ان انت تستخدميها على بصيلات الشعر بشكل مباشر الا لو هتخلطيها بزيت تاني، وتكون نسبة الخلط زي ما اتفقنا قبل كده ان كل نص معلقة من الزيت الحار اللي احنا بنستخدمه بيكون قصادها معلقة كاملة من الزيت البارد او معلقة ونص كمان، مفيش مشكلة. دي تاني مجموعة معانا وهي الزيوت الحارة. نيجي للمجموعة الثالثة وهي الزيوت اللزجة اللي هي بتمتاز ان قوامها كثيف جدا جدا جدا، ويفضل ان انت لازم تخففيها بزيوت تانية باردة عشان ما تسببش انسداد في بصيلات الشعر وما تسببش تراكمات على فروة الراس يصعب ازالتها زي ما قلنا، غير لو استخدمتي المية وخل التفاح فتسبب وجود القشرة او تسبب وجود اكزيما في الشعر او تسبب انسداد البصيلات فتؤدي لتساقط الشعر بنسبة اكبر، مع ان انت اصلا حطها عشان تعالجي التساقط. الزيوت اللزجة دي زي زيت الخروع وزيت النخيل وايه تاني كمان وزيت جوز الهند، رغم قوامه خفيف بس هو برضو بيعتبر من الزيوت اللزجة. الزيوت دي برضو نفس القصة، عشان تيجي تحطيها على شعرك لازم ما تستخدميش كمية كبيرة، ده اولا لان كثافتها عالية، ما تخلطيش نوعين منهم على بعض الا في وجود الزيت البارد اللي هو هيكون نسبته اكبر من الزيت اللزج بكتير، يكاد يكون الضعف او مرتين ونص. تمام كده احنا اتكلمنا عن انواع الزيوت طبقا التقسيمه اللي احنا قلناها في الاول خالص، اللي هي ان هم 3 انواع: زيوت حاره، زيوت لزجه، زيوت بارده، وعرفنا ايه الزيوت اللي بتندرج تحت كل مجموعه. بعد كده جم المتخصصين في مجال البشره والشعر قسموا الزيوت تقسيمه تانية، وقال لك طب احنا هنعمل تقسيمه اسهل للناس، وهنقول ان احنا هنقسمهم مجموعتين، مجموعه اسمها الزيوت الاساسيه ومجموعه تانية اسمها الزيوت الناقله.
ايه هي الزيوت الاساسيه؟ هي الزيوت اللي بتستخرج على حالتها من النبات بدون اضافه اي مواد تانية ليها، وغالبا بتكون النباتات دي ذات روايح نفاذه. زي ايه؟ زي زيت الروزماري اللي احنا قلنا عليه، زي زيت النعناع، زي زيت اللافندر، زي زيت القرفه، زي زيت الليمون. الزيوت الاساسيه دي، وعلى فكره برضو بيندرج تحتها زيت الخروع لانه ليه ريحه نفاذه، وزيت الشاي الاخضر اللي هو بنستخدمه في علاج الحبوب وحاجات تانية. الزيوت الاساسيه دي هي زيوت زي ما قلنا بتستخرج على حالتها وبتتعصر على البارد من النباتات، ودي اهم شرط ان انت لازم تعرفي وانت بتشتري الزيت ان يكون معصور على البارد، مش متعرض لدرجه حراره عاليه، لان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت درجه الحراره العاليه بتكسر جزيئات الزيوت وما بتستفيديش منها، انت بتدفعي كده فيها فلوس على الفاضي. الزيوت الاساسيه دي لازم 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 ما تستخدمش زي ما هي بحالتها على فروه الراس. ليه؟ لان الروائح اللي فيها نفاذه جدا وبتؤدي الى تساقط الشعر وتؤدي لحدوث حروق بدرجات متفاوته عند استخدامها على فروه الراس، وكمان بتزود من الحكه فبتزيد من القشره وممكن تقلب باكزيما في الشعر. تاني نوع من انواع الزيوت وهو الزيوت الناقله. الزيوت الناقله اللي هي الزيوت اللي احنا بنستخدمها عشان نزود بيها الافكت بتاعت الزيوت الاساسيه، وفي نفس الوقت نقلل فيها من الروائح بتاعتها اللي احنا قلنا انها بتبقى نفاذه شويه، وزيوت الطياره فيها عاليه قوي فبتؤدي لحرق فروه الراس او لاضرار بالشعر. زي ايه الزيوت الناقله؟ طبعا 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 زيت جوز الهند اول حاجه عندنا كمان زيت الزيتون، وعندنا زيت الارجان، وعندنا زيت الافوكادو بس هو غالي شويه فما بيستخدمش كتير في مستحضرات التجميل، وعندنا زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر وزيت الجوجوبا. كل دول بيستخدموا عشان يخلطوا بالزيوت الاساسيه وتقدري تستخدميهم بامان مع الزيوت اللي هي روايحها نفاذه. يبقى احنا برضو عشان ما نثقلش دماغنا، طيب انا دلوقتي عايزه اعمل حمام زيت، انا هعمل ايه؟ انت كده برضو حيرتيني. هقولك بمنتهى البساطه، دلوقتي احنا قسمنا الزيوت لزيوت اساسيه وزيوت ناقله، وقسمناهم تاني تقسيمه لزيوت لزجه وحاره وبارده. انت بقى عشان تعملي ميكس من الزيوت، اولا يفضل ان انت ما تزوديش عن 5 زيوت، 8 زيوت، حاولي ما تكتريش عن كده. يعني ما تقعديش تعملي بقى تقولي انا هجيب كل ده على كل ده واحطه على راسي، لا انت كده هتبهدلي الدنيا. فخليكي مثلا اعملي ميكس اول حاجه مثلا من 5 زيوت وجربي النتيجه بتاعته، ولما تيجي تعملي الميكس بتاع ال5 زيوت دول هتراعي اللي انا هقوله لك. اول حاجه لو زيت ريحته نفاذه زي زيت النعناع او زيت اللافندر او زيت الروزماري او زيت شجره الشاي، هتحطي منه قطرات، مش هتستخدمي بنص معلقه ومعلقه زي ما بنقول، لان انت اصلا هتعملي قلنا 5 أو 6 زيوت هتخلطيهم، فانت مش محتاجه غير قطرات من الزيت اللي هو النفاذ وهيكون افكتيف جدا. فسي مثلا انا عندي خلطه هحط فيها زيت روزماري، فانت اكتفي مثلا ب3-4 نقط او اللي هو نص معلقه صغيره. حلو جميل. هتيجي بعد كده تستخدمي حاجه من الزيوت الحاره او اللزجه زي زيت الخروع او زيت الزيتون او زيت البصل او زيت الثوم، استخدمي معلقه واحده. يبقى انت كده حطيتي 3 قطرات زيت عطري، استخدمتي معلقه واحده زيت لزج او زيت حار. كده مثلا معاكي معلقه وربع من الزيوت اللي هي اللزجه او الحاره والاساسيه. قدامهم بقى حطي 3 معالق من الزيوت البارده زي ما قلنا او الزيوت الناقله، زي ما قلنا مثلا تحطي زيت جوز هند، تحطي زيت ارجان، حطي زيت لوز حلو، زيت جوجوبا، زيت بذور العنب. يبقى انت كده عملتي ميكس لطيف وفي نفس الوقت مكوناته مقبوله، تقدري ان انت تحطيه على فروه راسك وتستخدميه بامان. لكن زي ما صاحبتنا عملت، حطت البصل على الثوم وهما الاثنين روائح نفاذه وهما الاثنين زيوت حاره، وراحت مزوده الموضوع بزيت الروزماري اللي هو اساسا زيت تقيل لازم يتخفف، بس هي لما جت خففته بزيت حار اصلا محتاج يتخفف، فده مش هينفع. يا رب تكونوا فهمتوا الموضوع باختصار شديد. انا حاولت على قد ما اقدر والله ان انا اختصره، بس انا عارفه ان الموضوع صعب، لكن حاولوا تركزوا وتعيدوا الفيديو اكتر من مره عشان تفهموا الخطوات دي. اخر حاجه هقولها لكم كام حاجه كده عن الزيوت تقدروا انتوا تستخدموها عشان تعملوا الميكسات اللي انتوا عايزينها. ببساطه كام وصفه او كام خلطه انا جبتهم ودورت وجبتهم لكم، هقراهم لكم من الورق علشان انتوا تقدروا ان انتوا تحطوهم على بعض وتعملوا الميكس ده بامان وتستخدموه.
اول ميكس معانا هو ميكس علشان التساقط بتاع الشعر. هتستخدمي فيه تحطي 3 معالق زيت جوز هند او زيت لوز حلو او زيت لوز مر او زيت جوجوبا او زيت ارجان اللي متوفر عندك، او زيت افوكادو طبعا لو كان عندك، بس احنا قلنا هو غالي مش بيبقى موجود عند كل الناس. حطي 3 معالق دول وحطي قصادهم 3 نقط من زيت الروزماري و3 نقط من زيت النعناع بس. هتبدأي زي ما قلنا المرة اللي فاتت في حمامات الزيوت، هتروحي مدلكة بيه فروة الراس، هتلفي شعرك يا اما بالشاور كاب اللي هو كان زي الكيس، يا اما بالبرو كاب نص ساعة ساعة الا ربع، وتغسليه وكرريه مرتين في الاسبوع. دي حاجة كويسة. طيب لو انت الشعر عندك تالف او مقصف ومفهوش تساقط، استخدمي برضو، جايبه لكم حاجه تانية، استخدمي 3 نقط من زيت الروزماري، واستخدمي معاها 1.5 معلقة من زيت الارجان، وعليها برضو 1.5 معلقة من زيت جوز الهند. وتقدري طبعا تضاعفي الكميه حسب طول شعرك زي ما انت عايزه، ونفس طريقه حمام الزيت ونفس الوقت بتاعه. زيت جوز الهند من اهم الزيوت في ترطيب الشعر وتنعيمه، وبيحمي الشعر من اشعه الشمس وبيحميها من ميه البحر. يعني لو انت نازله البسين او بنوتك نازله البسين، حاولي ان انت تحطي لها زيت جوز هند على شعرها بكميه كبيره، لان هو هيقلل كتير جدا من الملح بتاع البحر تاثيره، وهيقلل كمان من الكلور بتاع البسين، وكمان هيحمي من اشعه الشمس. عندنا كمان زيت الروزماري اللي بيخلي الناس كلها بتقبل عليه، ان هو دلوقتي في ابحاث كتيره جدا ان هي بتقول انه بديل للمينوكسيديل، وكمان ميزته ان هو لما بتقطعيه مش زي المينوكسيديل مجرد ما بيتقطع بيبدا يسبب تساقط في فروه الراس، لكن الروزماري لا، ما بيعملش كده خالص، ولا بيسبب تساقط في الشعر ولا بيضر بفروه الراس بعد ما بتوقفيه. فبالتالي بيتم اضافته للزيوت البارده او حمامات الزيوت وحمامات الكريم علشان يقلل من التساقط. عندنا كمان زيت البصل وعندنا زيت الثوم، دول طبعا ممتازين لانبات الشعر. زيت الثوم كمان انتي بكتيريال، فبيقلل من وجود القشره وبيقلل من وجود الحكه لما يتخلط زي ما قلنا بزيت بارد بكميه كبيره. يعني عشان لو انت عندك قشره مثلا، وعلى فكره زيه زيت شجره الشاي، وانا من الناس اللي بنصح بزيت شجره الشاي جدا جدا جدا، وكنت عامله عنها لايف كامل على الجروب، هحاول ان انا اطلعه واجيب المحتويات اللي انا كنت قايلها فيه واعمل له حلقه خاصه، لان زيت شجره الشاي ده سحر. زيت شجره الشاي لو ضفتيه على الشامبو بتاعك هيقلل من القشره، ولو عملتي بخاخه ميه حطيتي عليها 3-4 نقط من زيت شجره الشاي واستخدمتيه بعد الحمام، ان انت تحطيه كده ترشي على فروه الراس، برده هيقلل القشره. ولو استخدمتيه كمضاد للفطريات، لو القشره دي مش قشره ناتجه عن الحر او ان الشعر دهني، لا ده فطريه، هي برده هيقضي عليها. المهم يعني ان انت لما تستخدمي الزيوت العطريه اللي هي ريحتها نفاذه واللي احنا وصفناها بان هي زيوت اساسيه زي البصل، الثوم، النعناع، الروزماري، الليمون، زيت شجره الشاي، هتستخدمي منها نقط فقط، ومقابلها هتستخدمي مثلا زي ما قلنا ال3 نقط او ال4 نقط هتستخدمي عليهم من 1.5 معلقة لمعلقتين من الزيوت الناقله اللي هي زي قلنا زيت جوز الهند، الارجان، الجوجوبا، بذور العنب، عشان تخففي من تاثيرهم. يا رب الحلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها، ويا رب ما كنتش طولت عليكم، بس الموضوع فعلا كبير وحبيت اعمله في حلقه واحده عشان لو ناس عامله ميكسات زيوت توقف وتسمع الاول وتشوف هي بتعمل ايه في شعرها. ويا رب تكونوا استفدتوا، ولو كنتوا استفدتوا فعلا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناه وشير، واستنونا ان شاء الله في حلقه جايه، ومستنيه اسئلتكم على الاكونت بتاعي على الفيسبوك. اي حد ليه استفسار او حاجه عايز يسال عنها يبعت لي، وانتوا كده بتنوروا لي فعلا حاجات ان انا اعمل عليها حلقات حلوه. واشوفكم المره الجايه على